السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستكمل حل تمارين الفصل السابع لصف الثاني ثانوي. السؤال الأول يقول: إذا علمنا أن دال صاد على دال س هتساوي لي قديش؟ 4 س تكعيب ناقص س تربيع زائد 1، عندما صاد بتساوي لنا 8 وسين صاد بتساوي عندما س بتساوي لنا شنو؟ 2. فأوجد قيمة صاد بدلالة س. تمام. أول خطوة نقول له إن إحنا إيش نديرو؟ نكتب علامة التكامل كده. آدي الحل د صاد على د س هتساوي لنا شنو؟ 4 س تكعيب ناقص س تربيع زائد 1. تمام ولا؟ تاني حاجة ايش ندير؟ ناخذ التكامل للطرفين بالنسبة لشنو؟ للسين د س. تمام. إذا د صاد على د س هتساوي لنا شو تكامل يا طلبة؟ صاد بالنسبة لشنو؟ أنا التكامل بالنسبة لس طبعا شو بتساوي لنا؟ صاد هتساوي لنا نكمل 4 س تكعيب، كل واحدة نكملها على الحدة. 4 نكملوها 4 س تكعيب س نزيدوا الأس 1 ونقسمه على الأس جديد على 4 ناقص 6 كيف ما هي، خلوها كيف ما هي. نكملوا س تربيع عشان نزيدوا 1 يح 3 قسمه على الأس جديد قديش؟ 3 زائد تكامل 1 شنو؟ س زائد ج تابت التكامل زائد تابت التكامل. تمام. الأربعة تمشي مع الأربعة والثلاثة فيها 1 على 3 فيها 2. إذا هنا هتصبح لنا الصاد هتساوي لنا س أس 4 ناقص 2 س تكعيب زائد س زائد ج. تمام إن شاء الله. تمام. قال لي راهي هنا صاد بتساوي لنا كم؟ 8 وس بتساوي لنا 2. عوض عن قيمتهن. صاد قديش؟ 8 هتساوي لنا 2 أس 4 ناقص 2 في 2 أس 3 ناقص زائد 2 زائد ج. عوضنا عن قيمة س قديش؟ ب2. تمام إن شاء الله واضح. هتساوي لنا 8 هتساوي 2 أس 4 معناتها 2 معوض 4 مرات فيها 16 ناقص 2 مضروبة في 2 أس 3 معناها قديش حتى هي؟ فيها كم؟ 16 زائد 2 زائد ج. هصبح لنا 16 تمشي مع 16. 8 بتساوي لنا 2 زائد ج. إذا هنا 2 نرفعها بعكس الإشارة. إذا الجيم شو بتساوي لنا؟ 8 ناقص 2. 8 ناقص 2 هي تعطينا قديش ج؟ هتساوي لنا 6. هتساوي لنا كم؟ 6. إذا المعادلة هنا حتكون كم يا طلبة؟ صاد بتساوي لنا س أس 4 ناقص 2 س تكعيب زائد س زائد 6 زائد 6. تمام. نجيب المعادلة الثانية اللي هي قال لي لو كان عندي هنا إذا كان صاد أو د صاد على د س هتساوي لي جذر التربيعي لشنو؟ لس. وصاد بتساوي لي كم؟ 5 عندما س بتساوي لي 4. فأوجد قيمة صاد بدلالة س. تمام. كيف نوجد صاد بدلالة س؟ أول حاجة نكتب المعادلة كيف ما هي د صاد وناخذ لها التكامل. شو ناخذه؟ التكامل بالنسبة لشنو؟ لس. تمام. أوكي. خلينا التكامل الطرفين. قال تكامل صاد شو بتساوي لنا؟ د صاد على د س شو تساوي؟ تكامل د صاد على د س شو تكاملها؟ صاد بتساوي لنا تكامل جذر س معناتها ضروري نحولها لصورة أسية تقول س أس نص د س. إذا هنا حتساوي لنا شنو يا طلبة؟ صاد بتساوي تكامل س أس نص قديش؟ س نزيد الأس 1 تقعد 3 على 2 حتساوي لنا قسم على أس 2 3 على 2 زائد ج. إذا هنا صاد حتساوي لكم 2 على 3 س 3 على 2 زائد ج. إن شاء الله واضحة دي. نجي نعوض عن قيمة المعادلة. س قال لي راهي بتساوي لنا 4 وصاد كم بتساوي لنا 5.
تمام. فدام صاد بتساوي لنا 4 س بتساوي 4 وصاد بتساوي لنا 5 نعوض عليها في المعادلة. هطلع لنا يا طلبة هناي 5 تساوي 2 مضروبة في 3 تمام ولا في 4 3 أس 2 زائد ج. تمام إن شاء الله تمام. هطلع لنا 5 يا طلبة هتساوي لنا 2 مضروبة في 3 الأربعة 4 أس 3 على 2 هتطلع لنا قديش 8 مضروبة في 8 زائد ج اللي هي كم يا طلبة؟ هتطلع لنا 5 بتساوي 2 في 8 قديش 16 على 3 زائد ج اللي هي يا طلبة كم؟ ج بتساوي لنا 5 ناقص 16 على 3 اللي هي ج هتساوي لنا سالب تلت. إذا المعادلة هتساوي لنا يا طلبة صاد هتساوي 2 على 3 س 3 على 2 تكعيب أس 3 على 2 زايد أو ناقص تلت لأن هنا شنو إشارة سالبة لأن هنا إشارة سالبة. ناخذ المثال اللي بعده. قال لي إذا كان د صاد على د س هتساوي لنا كم؟ 1 على س تربيع 1 على س تربيع وصاد بتساوي لي 0 عندما س بتساوي لي 1. أوجد قيمة صاد بدلالة س. تمام. هنا نكتب المعادلة كما هي ناخذ التكامل متاعها د صاد على د س بالنسبة لد س تساوي لنا شنو تكامل 1 على س تربيع بالنسبة لد س. إذا هنا شو نديرو تاني الخطوة الثانية نكاملو د صاد على د س قلنا تكاملها صاد حتساوي لنا تكامل 1 على س شنو رقوا السين إلى البسط بعكس الإشارة بالأس العكس إشارة شنو بالأس في الدال س نزيد الأس 1 ونقسمه على الأس جديد صاد حتساوي لنا س سالب 1 على سالب 1 زائد ج وهي تصبح لنا هنا يا طلبة صاد بتساوي لنا سالب 1 على س زائد ج. تمام ولا؟ قال الصاد هناي بتساوي 0 عندما السين شو بتساوي لنا 1. إذا نعوض عن قيمتها. تمام ولا؟ نقول الصاد قديش 0 بتساوي لنا سالب 1 على 1 زائد ج. إذا هنا الجيم حيعطينا شنو؟ نرفع الواحد بعكس الإشارة طلعنا 1 زائد 0 اللي هو ج قديش 1. ج قديش 1. إذا هنا المعادلة طلبة حتساوي لنا كم؟ صاد. إذا المعادلة صاد بتساوي لنا سالب 1 على س زائد 1 وهذه المعادلة الأصلية. تمام. ناخذ المعادلة